ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يلا النهارده نعمل طريقة طاجن التورلي. يلا نشوف الطريقة. ده الخضار اللي احنا هنحطه، ونبشر بصلاية وحبة توم وطماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية وحبة صلصة. واحنا هنعملها النهاردة بالبانيه، صدور الفراخ بنجيبها سليمة واحنا نقطعها مكعبات كده. اللي عايز يعملها بلحمة يعملها براحته، بس احنا عندنا يعني مش بيحبوا اللحمة اوي، فقلنا نعملها بصدور الفراخ. نجيب صدور الفراخ سليمة من عند بتاع الفرارجي، واحنا نقطعها بقى في البيت مكعبات، او انت عايزة تخلي الراجل يقطعها لك قولي له قطعها لي. وطبعا بنجيبها ونغسلها وننقعها في الخل والملح عشان الزفارة. وبعد كده بقى ايه، نحط حتة سمنة حلوة كده، ونحط بقى الفراخ تتشوح. نشوحها كده منقلبهاش عشان المية بتاعتها ما تنزلش. لما تلاقيها ابيضت من تحت كده نشفت خلاص، تبدأي تقلبي فيها اهي كده. ده نص كيلو بانيه عاملاه. كده ونقلبها كلها زي ما انت شايفة كده، متاخدش وقت. هي مش زي اللحمة اللي بتاخد وقت في التسوية. فاحنا كده ونروح حاطين بقى عليها التوم، كام فص توم كده مدقوق، او لو انت فارمة ممكن عادي اللي موجود. ونشوحها شوية مع التوم، وبعدين ننزل بالبصل. ننزل بالتوابل، ملح وفلفل وبابريكا وحبة بهارات لحمة، ونحطهم على البصل ونقلبها. دي البابريكا هي اللي متحمرة كده اوي، لسه ما حطيناش صلصة ولا حطينا القوطة لسه. شوحها شوية كده بالتوابل مع البصل مع الثوم. نحط معلقتين صلصة، نقلب برضو نشوحها كده مع الصلصة. انت بقى لو هتحطي لحمة يعني هتعمليها باللحمة، تعملي بقى تحطي الطماطم وتزودي معاها حبة مية، لان طبعا اللحمة تاخد سوا وتسيبيها تستوي، انما الفراخ مش هتاخد سوا، يعني يدوبك سوا الخضار. لو اللحمة هتعملي نفس الخطوات دي وتزودي مع الطماطم دي تزوديها حبة مية وتسيبيها بقى تستوي، وتشوفيها كل ما تنقص المية الصلصة بالمية تروحي مزوداها حبة مية. لما اللحمة خلاص استوت تروحي بقى ساقطة بقية الخضار. انما دي الفراخ مش هتاخد وقت، يعني عايزة تعمليها كده تعمليها براحتك، باللحمة براحتك.
وتسيبيها بقى شوية تسبك مع نفسها كده. كده وتغطيها بقى تسبك كده. خلاص استبكت. نحط بقى الخضار. طبعا بقى تحطي كوسة وبطاطس وجزر، بسلة، لو عندك بتاع دي فاصوليا خضرا حطي، اللي انت عايزة حطيه، اي خضار حطيه. هو كده الطرق اللي لازم تحطي كل الخضار. ممكن عيالك ما بيحبوش اي نوع من اللي بيتحط دوت، الغيه، حط لهم اللي بياكلوه. بس انا بقى ما عنديش فاصوليا، ما جبتش، فمشيتها كده من غير الفاصوليا. انا عندي بقى البسلة هي كنت عاملاها مفرزاها. بصي خضرة ازاي، من مفرزاها من، يعني الجديدة قربت تطلع الوقت. بصي خضرة ازاي وأكنك لسه جايباها دلوقتي. لونها جميل وخضرة ومتاخدش سوا. وانا عاملة فيديوهات برضو مفرزة فيها البسلة والفاصوليا والسبانخ. خشوا بقى على الفيديوهات وشوفوها، إيه الطريقة بتاعتها يعني. اهي كده. طبعا يا دوبك الفراخ هي تاخد سوا الخضار، ما تاخدش وقت. لو لحمة بنسوي اللحمة الأول لحد ما تلاقيها دخلت خلاص في السوا، تروحي حاطة الخضار. هي بصراحة ما بتاخدش وقت طالما قطعت الخضار كله مرة واحدة، وعمايلها سهلة يعني. تعمليها بقى كده وتسيبيها تاخد غلوتين من فوق، وتحطيها بقى في طاجن، تحطيها في صينية، تحطيها طاجن فخار، في صينية، اللي يعجبك اللي يريحك. انا كده الصينية ايه اتملت قوي فمش مكفية، هنقلها بقى في صينية تانية. وتغطيها بقى شوية تاخد غلوتين كده. كده انا نقلتها في صينية تانية اوسع شوية، اديتها برضك كام غلوة كده، وبعدين هحطها في الفرن. اهي حطيتها في الفرن، اول بس ما وشها يحمر كده اطلعها. اهي كده خلاص شربت الصلصة بتاعتها ونشفت وبقت اتحمرت وبقت جميلة اهي. جربيها، جميلة سهلة وسريعة على طول، ما بتاخدش وقت. وتروحي عاملة جنبها حبة رز، رز ابيض، رز بشعرية، اللي يعجبك. يا رب تعجبكم. جربيها هتعجبك والله، وسريعة للي مستعجل، واقتصادية يعني في نفس الوقت. لو يعني نقول لحمة غالية، ايه نعملها